تفتكر ايه الفرق ما بين my sister always studies in my room number 2 my sister is always studying in my room. لو عقدتك لسه استخدام الأزمنة في تكوين جمل مفيدة أو صح بالإنجليزي فتابع معانا السلسلة الجديدة من جو توكي واللي هنتكلم فيها عن استخدام الأزمنة في الإنجليزي. وإجابة سؤالي في أول الفيديو في الجملة الأولانية استخدام always مع زمن المضارع البسيط أو present simple بيعبر عن عادة بتتكرر بشكل منتظم، ولكن في الجملة الثانية استخدام always مع زمن المضارع المستمر أو present continuous بيعبر عن عادة بيتكلم عنها الشخص بانزعاج جدا أو بتزعج الشخص اللي بيتكلم عنها. وهنا أنا بعبر عن انزعاجي من إن أختي دايما بتذاكر في أوضتي. لو حابب تعرف أكتر عن استخدام الأزمنة تابع السلسلة دي من جو توكي واكتب لنا في الكومنتس إيه هي الأزمنة الأكثر صعوبة بالنسبة لك عشان نعمل لكم فيديوهات عنها. Thank you.